الا ما كانوش كيصدقوا لك لي كروكيت ديال البطاطا غير كملي هذا الفيديو حتى الاخر. واحد الوصفه ديال الكروكيت غير غتسمعوا لي التقرميشه اللي فيهم، سمعوا لي وغتعرفوني على ايش كنهضر. الكروكيت ديال البطاطا معلكين من الداخل بالموتزاريلا كيجيو رائعين، ومع السر ديالهم باش ما يطرطقوش لك في المقله وكيجيو بنانين وغيحمقوا عليهم وليداتك. ندوزوا الوصفه على بركه الله. غادي ناخذوا 3 ديال البطاطات، الكميه كتبقى على حسب كل واحد. بالنسبه للبطاطا انا سلقتها بالقشره ديالها، خليتها باش ما يدخلش ليها الماء، ومن بعد قشرتها غادي نضيف ومعكتها. غادي نضيف عليها شويه ديال الملحه، ثومه بودغ او دانتي ديال الثومه، اي ثومه عندكم متوفره. غادي ندير شويه ديال الابزار وواحد المعلقه ديال التحميره. غادي نخلط هذا الشيء مزيان، وغادي هنا كنت قطعت الموتزاريلا مربعات صغار. غادي ناخذ واحد الكميه ديال البطاطا وغادي نحاول نقادهم على هذا الشكل هذا. غادي ندير الموتزاريلا الوسط، حاولوا ما تكثروش الموتزاريلا الوسط باش ما تطرطقش لكم ويخرج هذا الجبن من على برا. غنقادوا الشكل ديال البطاطا وغادي نخليوه جانبا. غادي نديرهم في المجمد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق بما وجدت الخليط. غادي ندير فيه 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق و2 معالق كبار ديال النشا، شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملح. غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان وغادي نضيفوا الماء. غادي ندير كاس الاول ديال الماء تدريجيا كيف ما غادي يبان لكم في الفيديو. غادي نخلطوا هذاك الدقيق مع الماء. انا هنا هذا الخليط هز لي كاس ديال الماء عادي من الصنبور. غادي نخلطوا مزيان وغادي تشوفوا الخليط كيفاش كيكون، ما كيكون ثقيل ما كيكون خفيف. ومن بعد غادي نجبدوا هذاك البطاطا من المجمد وغادي نديروها في هذا الخليط وغادي نديروها في لاشابلور وغادي ندخلوهم المجمد 21 دقيقه. هذا هو السر ديال الكروكيت ديالنا باش ما يطرطقش لينا في الزيت. كيف ما بين في الفيديو غادي نديرهم في لاشابلور وغادي ندخلوهم للمجمد 21 دقيقه حتى يبردوا لينا مزيان. وغادي نسخنوا الزيت مزيان من المجمد للزيت. الزيت يكون سخون والبطاطا ديالنا او الكروكيت ديالنا كيكون بارد باش ما يطرطقش لينا في الزيت. صافي هذه هي الوصفه وهذا هو السر ديالو. كيف ما قلت لكم ضروري يدخل المجمد، راه كيجيو بنانين ومقروشين من على برا وهشاشين من الداخل. غير جربوهم على ضمانتي. وما تنسايش الحلقه ديالي الا كملتي الفيديو حتى الاخر، بارطاجي مع الاصدقاء ديالك، دعميني بلايكاتك وتعليقاتك الزوينه. الا كنتي اول مره كتشاهديني ضمي الصفحه ديالي